الإلكتريك جيتار آلة عبقرية، تعرف تجرب عليها تونز وإفكتس كتيرة جدا، وتعرف تعزف بيه وتطلع منه أصوات عمرك ما تعرف تطلعها على أكوستيك أو كلاسيك. وممكن تعمل كل الغشامه دي في البيت ومحدش هيعرف، لانك ممكن تلبس الهيدفونز وتوصله بالامب، ولا من شاف ولا من دري، ولا حد هيسمعك ولا حد هيعرف اي حاجه. واهم حاجه ان البيك بتاعتك عمرها ما هتقع جوه الجيتار. بس طبعا السبب الاساسي انك تبقى عايز تجيب الكتريك جيتار هو انك تبقى عايز تلعب جاز او بلوز او روك او ميتال. النهارده تعالوا نشوف ازاي نقدر نختار جيتار مناسب ليكوا ولستايل المزيكا اللي انتوا عايزين تلعبوه. يلا بينا. لما هتخش تشتري جيتار هتلاقي اختيارات كتيرة أشكال وألوان، بس مع إن الشكل واللون مهمين في حاجات تانية لازم تاخد بالك منها قبل ما تاخد قرار. النهاردة إحنا في محل عادل صقر للجيتارات في المعادي. المكان ده ما يتوصفش غير بجيتار هيفن، بيجيله كل الجيتارستس من أول اللي لسه مبتدي للبيج ستارز من باندات زي وسط البلد، كايروكي، مسار إجباري and so on. صاحب المكان العظيم ده الأستاذ عادل صقر، ميوزيشن، فوتوغرافر وجيتار جورو. في 4 حاجات لازم تحطها في الاعتبار وانت بتشتري الكتريك جيتار، مش الشكل بس، حاول ما تبقاش سطحي. اول حاجه النك بروفايل، يعني حجمها وشكلها. تاني حاجه البادي شيب اند كونستراكشن، يعني شكل البادي والكونستراكشن بتاعه. تالت حاجه البيك اب تايب او نوع البيك ابس. ورابع حاجه البريدج ستايل او نوع البريدج. اول واهم حاجه واللي ممكن اي حاجه تانية تيجي بعديها هو احساس الجيتار في ايدك وسهوله اللعب عليه. حاجه مش كل الناس تعرفها عشان الاختلاف فيها ما بيبانش زي الاختلاف في البادي تايبس، بس النك شيبس بتختلف من جيتار لجيتار. مش بتكلم على اللون بتاع الفريد بورد، ومش بتكلم على السايز بس، انا بتكلم على الشيب كمان. لازم قبل ما تشتري جيتار تقعد وتجرب اللعب عليه. شكل ومقاس النك لازم تبقى حاجه مستريح لها من الاول خالص، لان على عكس اي حاجه تانية دي ما ينفعش او بتبقى صعبه جدا ان هي تتغير. نفس الكلام لعدد الفريتس، في جيتارات 21 فريتس، 22 فريتس او 24 فريتس، فلازم تبقى عارف انهي واحد اللي هيريحك عشان انت مش هينفع تغير او تزود بعد كده. تاني نقطه البادي، ودي بتتقسم لحاجتين. اول حاجه شكل الجيتار نفسه، وتاني حاجه الكونستراكشن بتاعه. بالنسبه للشكل ففي شيبس كتيره جدا للجيتار بوديز. لو بصيت على الجيتارست اللي بتحبهم هتلاقي ان كل واحد بيحب شكل معين. اختيار شكل بادي مناسب هيفرق معاك جدا في اللعب. في جيتارات سهل اللعب عليها واقف او قاعد، وفي جيتارات وغير القعده بالجيتار والشكل في انواع من البوديز. في السوليد بودي وفي السيمي هولو وفي الهولو. السوليد بودي بتبقى في الموست الكتريك جيتارز، بتبقى one solid piece of wood. لكن بالنسبه للسيمي هولو والهولو دي بتبقى الجيتارات اللي هي بتاعت الجاز جيتارز، اللي هي بتبقى كبيره ومتفرغه من جوه بحيث ان الصوت يرن ويدي تون كاركترستيك معين كده. تالت حاجه نوع البيك ابس. البيك ابس هي الالكترونيك بارت اللي بتاخد السترينج فايبريشنز وبتحولها لصوت وبتطلعه للامب. لو بصيت هتلاقي ان في منهم اشكال والوان كتير، والاختلاف بينهم مش مجرد كوزماتيك بس. كل نوع ليه كاركترستكس معينه في الصوت، ليه مميزات وليه عيوب. السنجل كويل بيك ابس مثلا صوتها برايت وبيرن كده، بس عيبه انه بيلقط صوت انترفيرنس الكهرباء اللي حواليه، فعلى ليفلز عاليه من الديستورشن هتلاقي ان في صوت زنه او هم. تاني نوع بيك ابس هو الهامبكرز. الهامبكرز صوتهم اقوى وورم شويه. دول 2 سنجل كويل بيك ابس متوصلين ببعض بشكل ان هم يطلعوا اوتبوت اعلى وفي نفس الوقت يكنسلوا صوت الهم، وده اللي اداهم اسم هامبكرز. باك هنا بمعنى ريزيست او ستوب. تالت نوع هو الاكتيف بيك ابس، ودول في اغلب الاحيان بيبقوا بالشكل ده وبيحتاجوا بطاريه 9 فولت جوه الجيتار. ميزتهم ان صوتهم عالي، صوتهم خرافي في الميتال. الاوتبوت بتاع البيك ابس دي صوتهم عالي جدا لدرجه ان هم بيبتدوا يديستورتوا حتى على الكلين شانل لو لعبت جامد شويه. معلومه، البيك ابس بتتغير عادي،
يعني مع الوقت لما ودنك تبتدي تتطور وتلقط الفروقات البسيطه ما بين التونز، تقدر تغير البيك ابس في اي وقت وتجيب النوع اللي انت شايفه مناسب للتون اللي انت عايزه. رابع نقطه ودي مهمه جدا، نوع البريدج. البريدج في الكلاسيكال او الاكوستيك جيتار واحد وثابت ما بيتغيرش، لكن في الالكتريك جيتار يعني كتار حبتين. الانواع الكتيره دي ممكن تتقسم لنوعين اساسيين، الفيكس بريدجز والتريمولو بريدجز. الفيكس بريدجز بتبقى ثابته ما بتتحركش، لكن التريمولو بريدجز بيبقى فيها اوبشن الوامي بار اللي هو ممكن بيه ترخي السترينجز او تشدها بحيث انك تغير البيتش بتاع النوت. سواء الفيكس بريدج او التريمولو بريدج، فكل نوع في دول فيه فاريشنز كتيره قوي، كل نوع منهم ليه مميزات وليه عيوب. هنبقى نتكلم في فيديو بعد كده عن كل نوع بالتفصيل وايه الفرق ما بينهم. بس كواحد بيشتري الكتريك جيتار لاول مره، فيفضل انك تختار حاجه بسيطه ما فيهاش عك وما فيهاش صداع، لان بجد في بريدجز صعبه جدا التعامل معاها والمينتنس بتاعها، فما يستحسنش انك تجيب حاجه زي كده في الاول، لانك هتقفل من الموضوع ترمي الالكتريك جيتار وهتبطل تلعب اساسا. يعني من الاخر هات حاجه فيكسد بريدج، او لو هتجيب تريمولو بريدج هات اخرك التريمولو العادي مش فلويد روز، ما تجيبش فلويد روز. بس كده. ممكن نقعد نتكلم للصبح في التوبيك ده ونتكلم عن كل بيس في الجيتار والفروقات ما بين الفاريشنز الكتيره والبنفيتس والبروز والكونز وكل حاجه. بس كواحد بيشتري الكتريك جيتار لاول مره، دي الاساسيات اللي انت محتاج تعرفها عشان تختار اختيار هتبقى مبسوط بيه وهيساعدك انك تعمل اللي انت عايزه وما يبقاش عائق عليك. اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو اوريدي عندكم الكتريك جيتار قولوا لي في الكومنتس ايه الجيتار اللي عندكم وايه النوع اللي بتطمحوا انك تجيبوه او الدريم جيتار بالنسبه لكم. اشوفكم في الفيديو الجاي.